يا إخواننا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم الذي لا يهدئ النفوس ولا يسمو بالوجدان ولا يرقى بالإنسان ولا ينقي الضمير ولا يصفي القلب ولا يوقظ مشاعر الرحمة ولا يعزز ضبط الغرائز والخروج عن المألوفات. ربنا فرض علينا الصوم لنتقيه في رمضان وفي غير رمضان. وسبحان الله آيات الصيام دي عجيبة. شوف لو قلت آيات الصيام شوف الحياة الفين. أول حاجة كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. شوف بعد وإذا سألك عبادي عني. الآية دي ما عندها علاقة بالصوم أصلا في ظاهرها ولكنها في حقيقتها هي رد الصوم لأن الآية تقود إلى صلة مباشرة بالصوم وهكذا يفعل الصوم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال ابن حجر وفيه إشارة على أن أجل عمل الصائم في رمضان أن يكثر من الدعاء. بعد آية الصوم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف ختم الآية بشنو؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بدأ آيات الصوم بالتقوى وختمها بالتقوى. وفي النص وإذا سألك عبادي عنه ده الدين كله ده الصوم. شوف الكلام الراقي ده كده ربط عجيب. تتقون تتعلم اسمع كلام كويس أن تترك الحرام طالما أنك تعلمت أن تترك الحلال وإن كنت تشتهيه. حس الآن لو جابوا لكم كوباية مويه الصافطة ومنبه الدولة بتشرب حسب بتشرب ما لك بتشرب خايف ربنا مش كده. طيب التنباك كيف انت المويه تخليها وتسيبها التنباك يا اخوان. التنباك كيف السجاير كيف كده يا اخواننا حلال حرام خلوه. السجاير والتنباك سمار يتناقش في نقاش جدل فقهي حلال لا ما حلال لا حرام لا ما حرام قالوا مطلوب يا ابونا كده ده كله خلوه. الشيء كويس يعني حاجه كويسه يعني يا اخي في زول منا الله خلقه خدت سقفه قال بسم الله يكفاها قال الحمد لله من الله خلق النبي. والله شوف عين الواحد بيدخل الجامع بيقول شهاده خدمه في جيبه والله شفته بعيني بيستحي انه يجيب دراما ويحطه في جيبه يحطها في المركوب. يا سيدي بعد انت وقت تحطها في المركوب خدتها في خشمك تاني يا اخي اقول لك شنو انت اقول لك حاجه والله قلت لك انت كان سفيت السفره كان لفيتها الدجاجه بتجي جاري عليها بتشمها وتقول جاري منها يومين والله العظيم يا اخي تخل يا اخي ما حرام اعتبرها حاجه ما سمحه يا اخي. انت الحلال المفهوم خلاف خليل للامر. اذا الصوم نمط لضبط النفس. عشان كده قال يدع طعامه وشنو وشرابه ما كفايه وشنو وشهوته وده كله لأجلي كما قال تعالى لأجلي. شنو الكلام الراقي لك كيف منهج لضبط النفس والخروج عن المألوفات وكسر العوائد
ومواجهة الشهوات. عشان كده في رمضان ينقلب نمط حياتك رأسا على عقب. الأكل مواعيد تغير، والشراب يتغير. عشان كده حتى أي حاجة ينبغي أن تتغير، حتى الأخلاق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، وهذا عنوان المحاضرة: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. معناها مش معناها يوري الناس انه صوم، لكن يقول لأجل صيامي فأنا لا أسيء أحد. ده معنى الكلام. مش تقول له ما تكفر معنا، بلاها قافلة معنا. ده أصلا ما صح. لكن يقول له يا أخي يأخذ من الصيام، والشيء ده ما بيجوز، ما بيجوز. فيعني أن الصيام سلامة، سلامة، سلامة للروح وسلامة للبدن. عشان كده الصوم ده عندي معاني عظيمة وجميلة. من معاني الصوم قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، اسمع كلام، ده كلام جميل جميل راقي جدا. يقول رحمه الله: إذا كان الصوم في صورته هو الامتناع، الصوم في صورة الامتناع، انت حصل متنعين حاجة كده، فإن المؤمن دهره كله صيام. المؤمن طوال شنو؟ صايم. لكن الصيام طوال ده ممنوع، مش كده؟ صح ولا صح؟ لا صام من صام الدهر. فإن المؤمن دهره كله صيام، امتناع عن المحرمات والشهوات. فالدنيا شهر صيام المتقين، ولا يفطرون إلا على الموت عند لقاء الله في الجنة. المؤمن ما بيفطر إلا في الجنة. الدنيا كلها صايم، لأنه ده حرام وده حرام وده حرام. الحرامات محرم. يقوم يمشي يتمتع بدين. الماء في ممنوع وين؟ الدنيا فيها ممنوع ولا ما ممنوع؟ في الصيام وفي غيره. الخمر ممنوع ولا ممنوع؟ الخمر ممنوع ولا ممنوع؟ ممنوع. وفي الجنة ما في حاجة ممنوعة في الجنة. عشان كده المؤمن الدنيا كلها شهد بالنسبة له تعصية، لأنه يخالف نفسه ويخالف هواه ولا يسير مع الأهواء. أي حاجة تروح تسويها تسويها حرام.